شوف بقى هنا كمان اللابس لازولي بنفس الدرجة ونفس الحجم، عشان تعرف ان صديقك بوبوش بيلبسك حلي الملوك. شوف هنا يا جماعة يا جماعة، والله حلي الملوك دي ما كانتش مجرد اختيار الأحجار اعتباطا. شوف اللابس لازولي، الذهب، الفيروز والمرجان والعقيق. تعالى برضو هوريك حاجة، خليك مسجل عادي. العقيق المشمشي، تعالى بص. بصراحة هو أنا اللي مسميه المشمشي، ولكنه العقيق الأسواني. هنا شايف جماله مع الفيروز، الفيروز اللي كنا بنسميه فيروز تفاحي، والفيروز التركوازي كمان. هنا برضو العقيق الأسواني ده كان أفضل حجرين بجانب الألاباستر، ولكن إحنا كان عندنا مشكلة. عارفين فكرة زمار الحي لا يطرب؟ هي دي. شوفوا كأنه سبحة، كأنه سبحة. برضو هنا اللابس لازولي ابهت لونه. ممكن ما يكونش الصانع كان قصد يعمل كده، ولكن ممكن من تخزينه او وجوده في الارض. هنا شوفوا الفيروز وجمال الفيروز هنا، ده اشبه بالايراني، ده اللي بنسميه الفيروز التفاحي يا شباب. هنا برضو قطعة أماتيست صغيرة جدا ولكنها تحفة. فلما بنتكلم في أحجار الملوك وبرشح لك أحجار الملوك فعليا، هي المجموعة اللي أنا برشحها لك دي. أشوفك على خير.